أهلين، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. سامعني منيح؟ كل شيء تمام؟ تمام، الصوت عندك منيح؟ كله تمام. كنت تمام. بحكي لهم عن مقالاتك اللي على انستغرام، انه بس اقراها بحاول اتمسك بإشي انا بعرفه اوريدي، يعني اشياء بسيطه، من يعني انت بتحاول تبسط قد ما بتقدر. بس اتوقع مجالك، يعني ما بعرف كيف اخترته. هذا كان اول سؤال خطر على بالي، انه كيف اخترت إشي صعب زي هيك، ولا هو مش صعب زي ما متخيل؟ يعني هو صعب فعلا معقد، لكن الفكرة إذا الشخص عنده شغف للمجال اللي بيحبه مثلا، فطبيعي يعني يشوف أو يقدر يعمل اللي عليه، يعني فاهمة كيف؟ يعني يكون عنده قدرة على الاطلاع بشكل كبير. ممكن يقعد يدرس في الموضوع ممكن ساعات طويلة بس عشان يفهمه. بس بمرور الوقت يعني الواحد بيكتسب هذه المعلومات، بيكتسب خلفية قوية عن الموضوع، بيولد الشغف أسئلة أكتر تجاه الموضوع. فاهمة كيف؟ وانت فأيوة. بتحس حالك، يعني انت هلا عم تدرس ماسترز، بتحس حالك قديش يعني بالمية بتعرف؟ لانه في مجالات بس كل ما تتعمق فيها كل ما تكتشف انه انا مش فاهم شيء. الصراحة كل ما بدرس أكتر بكتشف إنه في أشياء كتير لسه ما بعرفها، أشياء يعني ما بتتخيل. الخلية عبارة عن عالم يعني فظيع. كل ما بتدرسي أكتر بتكتشفي إنه إحنا ما بنعرف أكتر. يعني عندك مثلا الحمض النووي والدي إن إيه، 70% منه إحنا ما بنعرفه، يعني وظائفه مش مفهومة لحتى الآن. مش مفهومة ولا مش قادرين نمسك وظائف إله؟ يعني في احنا وظائف بس إحنا مش عارفينها احنا عارفينها لكن مش قادرين نفهم ليش موجودة. يعني احنا في البداية كنا بنعتبرها جانك دي ان ايه، تمام؟ يعني عندنا اعتبر النسبة كاملة 100%، 1.2% تقريبا بيشفر بروتين. بعد هيك اكتشفنا انه في عناصر تنظيمية مثلا ممكن نحكي انها بتبلغ 10%. طب باقي الدي ان ايه شو بيسوي؟ شو؟ بدينا ندرس في جزء منه له علاقة بالتنظيم، جزء له علاقة اكتشفنا جزء منه مثلا فيروسات. فكل ما بنكتشف أكتر بنشوف إنه في مثلا أشياء جديدة إحنا ما كنا نتخيل إنها موجودة. يعني أما في البداية كنا نفكر مجرد جانك دي يعني أما ما له أي فايدة، بس هو له فايدة. اوكي، احنا اي شيء ما بنعرفه بنعطيه اسم هيك لا يليق. بتحس انه بالضبط. صح. سنجولاريتي، هيك اشياء ما نعرفها. بس اليوم ذكرتك لانه كنت طلع لي مقال على فليب بورد، هذا اللي بتطلع لي الاخبار العلميه، انه في ناس عندهم جينات، يعني مثلا بقارن بين اثنين بدخنوا، لما تيجي عند واحد بدخن تحكي لك انه لا مثلا انا سيدي والله قاعد 70 سنه يدخن وما صار في شيء، أيوة. وفي حد تاني بالمقابل عد 10 سنين يدخن وصاب سرطان. فاللي فهمته من المقال، انت صححني اذا غلط، انه تمام. اوقات بصيبك السرطان من التدخين بسبب وجود جين عندك مش موجود عند الشخص الثاني. اذا مش موجود عند الشخص الثاني بصيبه، يعني قصدي احتماليه اصابتك بالسرطان من التدخين قد تكون مرتبطه بجيناتك، او جيناتك هي اللي بتقرر. فهل بشكل عام آه، هل بشكل عام هذا المجال، مجال السرطانات، أنا ممكن يصيبني سرطان بس لأنه لازم جيناتي تكون سامحيت لي، ولا ممكن يصيبني وهو أنا ما عندي أي قابلية جينية ولا شيء بالوراثة ولا شيء أبدا يدل على إني ممكن يصيبني سرطان، بس برضه البيئة ممكن تعمل لي سرطان؟ تمام. في البداية خلينا نفهم بس شوية إيش بيصير في الخلايا. يعني إحنا كل جسمنا عبارة عن خلايا. إيدي مثلا هذه عبارة عن خلايا، ساقي كلها خلايا. هذه الخلايا بتخضع بشكل، يعني حتى في اللحظة اللي احنا بنحكي فيها هالجيت بتخضع لحاجة اسمها الانقسام الميتوزي. هذا الانقسام الميتوزي هدفه نجدد هذه الخلايا. في دورة للخلية تنقسم لجزئين، جزء اسمه الانترفيس وجزء اسمه الميتوزي. تمام. الجزء اللي فيه الانترفيس في جزئين. جزء اسمه تشيك بوينت 1، هذه في نهاية الجي 1. تمام. لأنه الفيس هذه الانترفيس بتتقسم لمراحل. تمام. الجزء الأول الخلية بتضاعف مكوناتها، بتزود البروتينات إلى آخره. يعني إذا الخلية صار فيها طفرة معينة وما قدر التشيك بوينت يصلحها،
الcheck تمام؟ point اللي هي إنه زي الsupervisor أو المدقق على يعني عملية. زي إشارة مرور، إذا أوكي. الخلية تمام ومكوناتها تمام بتمر، مش تمام بنوديها للموت المبرمج، اسمه أبوبتوسيس. تمام؟ طب كيف بتمر السرطان، وهي غلط، فيها إشي غلط، كيف بتمرق؟ هو هنا بدنا نحكي، السرطان عنده قدرة أحيانًا يخفي عيوبه بطريقة معينة فتمر هذه الخلية، وممكن التشيك بوينت برضه ما كانت دقيقة كفاية إنه ترصد هذا الخلل، فبتمر الخلية السرطانية. طبعًا التشيك بوينت الأولى ممكن نحكي إنها هي الأهم، يعني لسه في عندنا كمان محطات. في المحطة الثانية في كمان تشيك بوينت بعد هيك في خلال برضه مرحلة الانترفيس، إذا قدرت الخلية تمر فهنا في مشكلة، يعني هنا الخلية السرطانية قدرت تمرق من المحطات اللي المفروض تمسكها وتوديها على الموت المبرمج. أوكي، وبتبلش تتكاثر. هل بالضبط، إيش اللي بيميز الخلية السرطانية؟ بيميزها إنها بتتكاثر بشكل غير طبيعي، تمام؟ هذا هذا يعني إحنا بنحكي لسه في البداية، مش في موضوع حتى مش في موضوع النشأة نفسه، يعني لأنه موضوع النشأة مرتبط برضه في جينات معينة، قابلية جينية عند الشخص إلى آخره. لو بدنا نرجع لموضوع الشخص المدخن، هل في قابلية جينية عند الأشخاص إنه لو أنا مثلا عندي جين معين أكون بدخن وما أمرض مثلا بسرطان الرئة؟ في أبحاث حكت إنه في جين اسمه بشفر لإنزيم اسمه أن أسيتايل ترانسفيريز، تمام؟ هذا قادر إنه يعمل إزالة للسموم اللي تتراكم في الجسم من الدخان. طبعا مش كل البشر عندهم هذا الجين، تمام؟ لو في بشر عندهم هذا الجين أو عندهم نسخة من هذا الجين فبالتالي حيكون عندهم إزالة للسموم بشكل أكبر، بالتالي أوكي. عرضة أقل. إحنا ما بنحكي إنه مش حيتعرض لك، عرضة أقل. أوكي. لكن هل السرطان بشكل عام محكوم بس بالجينات؟ يعني هل لو الشخص ورث خلل جيني حينصاب بالسرطان أو عنده قابلية للإصابة بالسرطان، أو لو شخص ما عنده أو ما ورث أي جين فيه خلل هل مش حينصاب بالسرطان؟ لا، البيئة ممكن كافية تكون. إحنا يوميا بصير عندنا طفرات. أبسط مثال ممكن نحكي في أجسامنا، كلنا عندنا حسنات يعني، تمام؟ هذه الحسنات في الأساس هي ورم، يعني ما تحول لسه لسرطان، لأنه مفهوم سرطان معناها تحول لمرحلة خبيثة تقريبا، تمام؟ فإحنا هذه الحسنات اللي موزعة في جسمنا هي بالأساس عبارة عن شو؟ خلية ميلانوسايت صار عندنا خلل في جين اسمه البي راف أو البي ار اي اف، تمام؟ خلى الخلايا تتكاثر بشكل غير محدود، تمام؟ خلية الميلانوسايت تنتج صبغة الميلانين اللي هي أغمق من الجسم بشكل أكبر يعني. لكن اللي بصير إنه في بروتين اسمه البي 15 بيقدر يثبط هذا الخلل بسرعة، تمام؟ هذا من ضمن يعني التحكم في دورة الخلية بشكل أعمق. فبروتين البي 15 بيلحق الموضوع، هو تيومر سبريسور جين يعني كابت للورم، فبيضل الأثر عندنا. أوكي، يعني هي مشروع سرطان ما اكتمل. بالضبط. فهذا دليل إنه السرطان بيحدث يعني ممكن في أي لحظة، بس الجسم بيقدر يتغلب عليه يعني في أغلب المرات. اوكي، اليوم نزلت ستوري عن انه الفيلة ما بصيبها سرطان، ففي ناس استغربت انه اصلا هاي الحيوانات بصيبهم سرطان، ما كانوا يعرفوا انه منتشر بكل الحياة. وين اقدم؟ كيف بلش؟ يعني من وين بلش؟ اذا الحياة قديش عمرها 3.8 مليار سنة؟ تمام. إحنا ممكن نحكي إنه نقطة بداية السرطان مع بداية الحياة متعددة الخلايا، يعني من حوالي 800 ل 600 مليون سنة، تمام؟ يعني السرطان قديم جدا. طبعا في أحافير أظن سلحفاة من 240 مليون سنة كان صابها سرطان في جزء من رجلها يعني تقريبا. وفي طبعا بالنسبة للبشر ممكن نرجع ل 1.7 مليون سنة برضو في أحافير لبشر انصابوا بالسرطان. وممكن نرجع لفترة أحدث من هيك بكثير، مثلا المومياوات المصرية تم رصد برضو حالات سرطان فيهم.
لكن مم. بالنسبة نرجع للأصل، لو بدي أتكلم ليش السرطان مثلا موجود لليوم، تمام، أو ليش التطور ما شابه. بالضبط، كيف التطور سمح إنه إشي زي هيك خطير عادي يمرق ويزدهر ويضل ملايين السنين؟ تمام. الفكرة إنه العلماء بدوا يفكروا، يعني حتى إحنا ممكن نفكر في الموضوع، يا السرطان عبارة عن تطور جديد للخلايا، تمام، يا إما لو بدنا نرجع بالزمن، الخلايا زمان ما كانت تنقسم بشكل مشروع، يعني كانت تنقسم بشكل غير مشروط، ما كان في المحددات، ما كان في أشياء تحكم دورة الخلية، تمام، لأنه كان هدف الحياة فقط تمشي فورورد يعني. في لحظة معينة من عند 600 ل 800 مليون سنة بداية ظهور تعدد الخلايا، تمام، وله سبب طبعا، يعني ممكن نحكي كمان شوية. لكن في هذه المرحلة من 600 ل 800 مليون سنة اللي صار إنه في يعني العلماء فحصوا مجموعة من الجينات القديمة في حوالي عدة أنواع من السرطانات، وجدوا إن الجينات الورمية القديمة جدا صار إلها تعبير أكبر بكثير من الجينات الورمية اللي هي حديثة. شو فإحنا يعني؟ بدينا نفكر هل السرطان، يعني هل الخلايا عبرت عن الجينات القديمة عشان تصير تعمل تضاعف أو تتكاثر بشكل غير مشروط؟ إحنا جسمنا الخلايا فيه بتتكاثر بشكل محدود، في دورة خلية بتحكمها. زمان ما كان، يبقى هل السرطان بيرجع لأصوله القديمة اللي هو يتكاثر بشكل غير محدود؟ يعني هو ما كان مشكلة، بس مع تطور وتعقد كيف نظام الكائن الحي صار مشكلة. بالضبط، يعني هو ممكن السرطان أو الخلية حاليا تحس بخطر فتروح تفعل الجينات الورمية، ومن ضمنها مجموعة كبيرة من الجينات يعني. أوكي. هذه الجينات لو عرفنا إنه يعني لو شفنا مثلا مجموعة كبيرة من أنواع السرطان، وجدنا إنه الجينات الورمية القديمة مفعلة في جميع هذه الأنواع من السرطانات، بالتالي في إشي مشترك بينهم، إنه في محاولة من السرطان إنه يرجع لصفاته القديمة حتى يتكاثر بشكل غير محدود. طب اشمعنى عندي الفيل ما بصيبه مثلا هذا السرطان؟ تمام. طبعا دورة الخلية بتحكمها مجموعة كبيرة من البروتينات، بس ما بقدر أشرحها بسهولة يعني. من ضمنها السايكلين والسايكلين ديبندنت كايناز، وبروتينات زي البي 53 اوكي، والبي هاي الكلمات إلى حاول آخره يعني. فيها لانها رح تخوف الناس كثير. يعني حيكون خايف الشخص. فبروتين حنتكلم بس عن معروف. بروتين واحد، تمام. في اوكي. عندنا بروتين عندنا بروتين اسمه البي 53، تمام. هذا يعني وظيفته الأساسية يعمل كبح للورم أو تثبيط. اوكي. إحنا عندنا نسختين بس، الفيل عنده حوالي 40 نسخة حسب آخر الأبحاث البشر. فمنطقيا الفيل عنده، اها. طبعا مش السبب الوحيد برضه، لكن قابلية حدوث السرطان صارت منخفضة بشكل كبير مقارنة بباقي الكائنات. يعني الفيل عادي ممكن ينصاب، لكن النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالإنسان. نفس الموضوع برضو في الحوت، الحيتان يعني نسبة إصابتها بالسرطان أقل من الكائنات الأخرى يعني. يعني حظهم هيك طلع. they آه got lucky. بالضبط. طب وات اباوت احنا البشر؟ لانه في ناس بقول لك في مؤامره من شركات الادويه، وفي حل للسرطان احنا اوريدي بنعرفه، هم بيعرفوه بس ما بدهمش يحكوه عشان يضل الواحد يتعالج ويضل ما بعرف شو. يعني في موضوع عن مؤامره تحت، واحتمال يكون في اجزاء منه صحيحه. انت شو رايك بهذا الموضوع؟ احنا لوين واصلين انه خلص نقضي على جميع انواع السرطانات؟ يعني إحنا بنظري لسه مش قراب كتير، يعني ممكن مع يعني لقدام شوية ممكن مثلا عدد الإصابات ينخفض أكتر، تكون الفحوصات أكتر دقة، تقنيات التعديل الجيني ممكن برضو تفيد، لكن مش حنقضي عليه نهائيا يعني، لسه حيكون موجود. لكن بتوقع إنه ممكن نخفض نسبة الإصابات بشكل كبير يعني.
لكن هل هو مؤامرة؟ لا، مش مؤامرة يعني بالمرة. إحنا لو بدنا نفهم خصائص الخلية السرطانية مثلا من ناحية جينية، الخلية السرطانية عندها معدل طفرات كتير عالي فوق ما نتصور. يعني الورم نفسه لما بينشأ، ما بدي أرجع لنقطة النشأة، بس نفترض إنه في خلية نشأت عبارة عن ورم. هذه الخلية حيتطور عنها مجموعة خلايا تانية، كل خلية فيهم عندها نسبة معدل طفرات عالي جدا. يعني كل خلية منهم حيكون عندها صفات مختلفة، حتى جينيا، حتى مناعيا، حتى على مستوى الميتابوليزم أو الاستقلاب. على سبيل المثال، هذه الخلايا اللي نشأت في مكان معين في الجسم، هي في الأصل ممكن تكون بعيدة عن مصدر الدم مثلا أو الأوعية الدموية. هتتحول مثلا يعني هي هتخضع لانتخاب أول إشي طبيعي فعليا، سيلكتيف بريشر، حسب الظروف اللي هي عايشة فيها، لأنه هذه بيئة برضه محيطة في الورم. الخلايا اللي عندها قدرة تضل عايشة في هذه البيئة الصعبة اللي ما فيها مغذيات كتير، هي اللي هتنجب. فحيصير عندنا زي كليتس معينة تنجب، رغم هيك تكون متنوعة. تمام، كمان هو عم بقوى يعني. بالضبط. فرضا هي بتستهلك السكر بنسبة كبيرة، بس هي مش هتستهلكه زي خلايا الجسم اللي متعرضة للمغذيات اللي جاية من الدم، لا، هتفعل مثلا نظام تاني للميتابوليزم. يعني جزيء السكر اللي بناخد منه تقريبا 32 أو 30 اي تي بي، هي هتاخد بس 2. تمام، ايوه، ATP اللي هي وحدة الطاقة. بالضبط. اوكي. وعندها قدرة كمان تعرض مستقبلات معينة زي الجلوت 1 والجلوت 2. هذه برضو يعني زي ما تحكي إنها تسحب السكر بشكل كبير. يعني هذه المستقبلات هي أساسها ترانسبورترز يعني للسكر. طب اوكي، يعني فرض معركتنا مع السرطان كثير طويلة. بالضبط. يعني طب لسه الموضوع محتاج لسه، يعني اوكي، الخلايا عندها صفات كثير بدي يعني أسألك خالص. عن موضوع ثاني اللي هو موضوع أصل الحياة. هلا التطور مثلا ما بدرس كيف بلشت الحياة، صح؟ بدرس شو صار بعدين، تمام، كيف تطورت وتعددت الأنواع وهكذا. بس ما بتناقش كيف تكونت الخلية الأولى. إحنا لوين واصلين بهذا الإشي بمجالكم؟ لوين واصلين إنه نعرف أو شو النظريات اللي حاطينها عشان نحاول نفهم كيف ظهرت الحياة أول مرة؟ تمام. طبعا التطور بيدرس الحياة بعد ما ظهرت الخلايا، أما بداية نشأة الخلايا هذا علم تاني، ممكن نسميه الابايوجينيسيس، أو ممكن بيندرج تحت الكيميكال ايفوليوشن يعني. تمام، أوكي، التطور الكيميائي. بالضبط. لو بدنا نشوف الفرضيات هي أغلبها لحتى الآن، يعني ما عندنا نموذج واضح لنشأة الخلية الأولى. لكن ليش؟ لأنه كل جزء لحاله بيتم دراسته. العلماء بيدرسوا نشأة الدي ان اي لحالها، نشأة الار ان اي لحالها، نشأة البروتينات لحالها. ظروف الأرض كانت برضو صعبة، مش زي ما نتخيل. يعني بداية نرجع للفرضيات المحطوطة في، مثلا عندنا فرضية اسمها البانسبيرميا، إنه الحياة أصلا إجت جاهزة. من أنا برا، مش من مقتنع فيها الفضاء. يعني. بالضبط، هي إجت جاهزة، لكن يعني أنا مش مقتنع كيف نشأت برا. يعني بنرجع، يعني إحنا بنخلي السؤال أبعد شوية بس مش أكتر. يس. في عندنا فرضية ال RNA wars، تمام، إنه الحياة بدأت في RNA. تمام، وفي فرضية كمان مثلا اسمها الجديدة، هذه كانت RNA بروتين هايبريد. طبعا هذه الفرضيات كلها ممتازة، وفي منها مدعومة وفي منهم شو مشكوك. يعني RNA بروتين؟ يعني كيف يعني هي كيف بيحاولوا يتخيلوها انه هو كان حساء في كتير عناصر وفي كربون ونيتروجين نعم، وشغلات وهيك، بعدين بطريقة ما تركبت هاي العناصر انها تصير سلسلة DNA RNA، بعدين اجى غلاف يغلفها، صح؟ تمام. يعني المشكلة إنه الأمور معقدة شوية يعني. بس نرجع شوية من البداية لأصل الأرض. تمام، الأرض يعني قبل حتى تشكل الأرض
النجوم هي أساسا اللي طبخت لنا كل العناصر، وبعد ما انفجرت كسوبر نوفا ظهر عنا الحديد وغيره من العناصر التانية. فصار عنا السدم. تمام. السدم هذه اتكونت فيها كل المكونات العضوية، من ضمنها حتى الأحماض السدم اللي الأمينية. هي انا اوقات رح اقاطعك عشان اوضح للناس، السدم اللي هي ال الغازات، يعني الجاز كلاودز، يعني الغلاف الكوني اللي بيحتوي النجوم على. الغازيه. اوكي. تمام. فجوا السدم اتكونت عنا الأحماض الأمينية مثلا، اتكون عنا مكونات عضوية كتير، مركبات عضوية كتير. هذا في البداية في نشأة الحياة. تمام. المجرة تبعتنا لما اتكونت، أو حتى سيبنا من المجرة نيجي يعني ندخل في التفاصيل بشكل يعني أقرب. بالنسبة للكرة الأرضية نفسها، بعد ما تشكل النجم تبعنا، تمام، اتشكل كوكب الأرض. هو بالبداية كان مجرد صخرة يعني، كانت المكان اللي نشأت فيه الكرة الأرضية لسه نشط، يعني في كمية نيازك كبيرة جدا. تمام. وبعد أو قبل حوالي 5 أو 4.5 مليار سنة تقريبا، اصطدم اللي هو ثيا، تمام، صخرة في كوكب الأرض، وتشكل القمر وتشكل الكوكب. لكن هذا العصر كان جهنم، يعني الأرض كانت غير صالحة للحياة بالمرة. كانش في مي. بالضبط. بمرور الوقت يعني نروح خطوة شوية لقدام. من خلال النيازك نفسها، يعني احنا لو بدنا ندرس حاليا ومن وين او من وين اجت المية اللي موجودة في كوكبنا، بدنا ندرس في الكون وين المية موجودة في الكون. يعني هل هي تشكلت في الأصل في الكوكب، أو هل إجت من برا؟ طبعا في الظروف اللي كانت فيها الأرض يعني صعب تكون تشكلت في الأرض، فغالبا إجت من برا. فالعلماء رصدوا مكونات معينة للمية، تمام، في الكون. تمام. واكتشفنا إنه النيازك نفسها هي اللي شكلت لنا حتى كل المية الموجودة على كوكب الأرض. يعني لأنه زي ما حكينا، بداية تشكل النجم انفجار، يعني بداية تشكل النجوم، بعدين صار عندنا انفجار السوبر نوفا، أعطانا سدم، عناصر كتير. البيئة كانت نشطة اللي تكون فيها كوكب الأرض، فيها نيازك بشكل كبير. صار تساقط للنيازك على كوكب الأرض اللي بتحتوي على رقاقات الثلج. تمام. بمرور الوقت طبعا العملية استمرت ملايين السنين يعني، فتشكلت عندنا الكمية الكبيرة هذه من المية على سطح كوكب الأرض. فصار عندنا حاليا كوكب مغطى بالمياه، تمام، بشكل كامل. هذه البيئة كانت، أو المية نفسها كانت شديدة التفاعل، يعني مليانة أحماض أمينية من النيازك، كربوهيدرات، كانت مليانة كل يعني معادن حتى بأنواعها المختلفة. هذه الظروف صعب تسمح بتشكل حياة، والغلاف الجوي للأرض لسه بدائي جدا. يعني هذه النقطة يعني مفصلية. طب ليش المي مهمة؟ يعني اشمعنى ليش المي يعتبر عنصر مهم للحياة؟ لأنه المية بشكل عام هي أول مكان مفترض يعني حتنشأ فيه الخلية. تمام. يعني لو بدنا نتكلم عن هل ممكن تنشأ البروتينات أو الخلية برا على يابسة أو لا، صعب. فالمية بتعرف ممكن ليش تكون ممكن؟ لأنه كحاضنة، المي كحاضنة ديزولفنت. للخلايا. هل بتفتت الأشياء، يعني بتخلط المكونات، بتفتت المكونات مع بعض. تمام. فهي كانت كحاضنة يعني للتفاعلات اللي في الأرض البدائية يعني تقريبا. لو بدنا ندرس من هذه اللحظة، إحنا حكينا إنه عندنا أحماض أمينية. تمام. اللي هي بتشكل منها ال RNA أو الحمض، لا، هي بتشكل منها البروتين، الأحماض الأمينية. البروتين. تمام. هنا بدنا نرجع لشغلة يعني ندرسها بالعكس. أنا هيك يعني وجهة نظري. العلماء من فترة قرروا يدرسوا الريبوزوم. تمام. الريبوسومات هي قلنا عبارة عن. وضح لنا ايش الريبوزومات. يس. تمام. الريبوزوم هو الماكينة اللي من خلالها بنترجم شريط ال RNA لبروتين. هذا موجود جوا خلايانا. البروتين هو اللي بشكل جسم. تمام. يعني بفوت الشريط ال RNA هون، هي الريبوزوم، بدخل تمام. بالريبوزوم،
بعدين بالضبط. الرايبوسوم بصير يلم مكونات من البيئة اللي حواليه عشان يصنع بروتينات بناء على شو الار ان اي بيحكي له. تمام. بيجي عندنا شيء اسمه الترانسفير ار ان اي او التي ار ان اي، وبيركب الاحماض الامينيه مع بعض. تمام. هذه الماكينه الجزيئيه اللي اسمها الرايبوسوم موجوده عند كل الكائنات ما عدا طبعا الفيروسات. تمام. فاحنا هل ممكن، وطبعا هي اللي بتربط البروتينات يعني لها علاقه بالار ان اي والبروتين، فهل ممكن من خلالها نرجع لاصول الحياه؟ تمام. طب لحظة، الرايبوزوم مين اللي بيعمله؟ الدي ان اي صح؟ يعني تمام. الحمض النووي هو اللي بيحكي للرايبوزوم يتشكل. تمام، هذا حاليا. لكن احنا بدنا نرجع يعني الظروف. اول بالضبط، كانت مختلفة الظروف يعني الار ان اي حاليا مختلف في الوظيفة مثلا في الريبوسوم عن الار ان اي زمان. والرايبوزوم من ايش معمول؟ الريبوزوم عبارة عن ريبوزوم الار ان اي مع بروتين. احنا بدنا ندرس شغلة مهمة. الريبوسوم تاعنا احنا اعقد شيء كبشر، يعني اعقد ريبوسوم موجود هو تبع البشر، لكن هو موجود في كل الكائنات. لو قدرنا نمسك هذا الريبوسوم ونقشره، يعني نقشره ونرجع لأصوله، نشوف هل في جزء ممكن يكون مشترك بين كل الكائنات. تمام. العلماء استطاعوا فعلا انهم يقشروه ويشوفوا الجزء زي جذع موجود في كل الكائنات. هذا الجزء اسمه انزيم، يعني اسمه بيبتيد ترانسفيريز. تمام. هذا موجود عندنا كلنا، كل هذا موجود عندي وعند النباتات. البكتيريا وعند. بالضبط. طيب بدنا نشوف وظيفته. تمام. وجدنا انه يعني كان هذا الانزيم قادر يربط الاحماض الامينيه مع بعض، يعني ممكن يقوم بهذه الوظيفه لحاله بدون حتى المكونات الثانيه اللي هي بروتين. يعني هذا الجزء لحاله قادر يعمل لنا سلسله احماض امينيه. المشكله والأحماض مش الأمينية بتكون البروتينات، والبروتينات بتكون المكونات اللي بتكون منها جسمي. بالضبط. اوكي. المشكله انه نفترض انه هذا الجزيء نشأ الار ان اي. تمام. في بيئة الأرض، يعني بدنا نرجع لبيئة الأرض اللي هي عبارة عن بحر أحماض أمينية. نفترض إنه تشكل من خلال التفاعلات اللي بتصير لأنه كانت البيئة يعني شديدة التفاعل. بس المشكلة إنه صعب يصير ثبات لهذه الأحماض الأمينية، يعني لأنه بتتشكل، تتفتح هيك. بالضبط حتتشكل وتفلت، حتتشكل وتفلت. هذه المشكلة يعني لليوم ما تم حلها. ما حد لسه فاهم إيش المحفز اللي ثبت الأحماض الأمينية مع بعض. اوكي، لو يعني ممكن اللي اول شغله اخذت اول خطوه باتجاه الحياه اللي هي نسخ الجينات، انه يصنع ايش؟ يصنع ار ان احنا اي. لو كان عندنا ار ان اي قادر يعمل مضاعفة لنفسه وفي نفس الوقت يربط كمان الأحماض الأمينية، فاحنا هنا وصلنا لحاجة مهمة في نشأة الحياة. احنا هيك قدرنا نصنع البروتين وهيك عندنا ار ان اي، بس بدنا غلاف يحيطهم. بس المشكلة انه البيئة برضو اللي كانت فيها ظروف الحياة على الأرض كانت صعبة، وصعب يتشكل هذا النظام. فلسه والغلاف هذا مصنوع من ايش؟ من البروتينات كمان؟ الغلاف مصنوع لا من دهون، أحماض دهنية، وهذه كانت عادي ممكن تتشكل يعني. يعني ممكن فاحنا انه احنا محتاجين 3 مكونات، محتاجين الار ان اي ومحتاجين الرايبوزوم اللي بفوت فيه الار ان اي عشان ينسخ. لا يكفي الار ان اي لحاله. احنا بنحكي على البيئة اللي كانت من 4 مليار سنة تقريبا. يكفي يكون عندنا ار ان اي قادر يربط هذه الأحماض الأمينية مع بعض ويكون عنده قدرة يضاعف نفسه. اوكي. تمام. طب ليه يعني السؤال اللي دائما ملح، ليش الار ان اي والدي ان اي عندهم الميول انهم ينسخوا نفسهم؟ يعني كيف لأنه بيعرف انه هو لازم ينسخ حاله؟ هي بس كيميائيا ما بيكون هو متوازن كيميائيا الا اذا ضل ينسخ ينسخ ينسخ. الار ان اي غير مستقر.
تمام؟ غير مستقر. غير مستقر مقارنة بالدي ان ايه. يعني الدي ان ايه طبعا في علماء ممكن تلاقي انه عندهم فرضيات ثانيه، انه مثلا الار ان اي والدي ان اي نشأوا مع بعض. في علماء بيحكوا لا، الحياه بدات بالار ان اي، الدي ان اي من الار ان اي. وهذا يعني تفسيرها بسيط، يعني ممكن تفسيرها. لكن ليش بينسخ نفسه؟ هي يعني طبيعه هذا الجزء، تركيبه الكيميائي قادر يعمل تضاعف ذاتي. ممكن بس معلش، بدي بس تعيد الجملة إنه أنت عندك الإنترنت عم بيعلق. تركيب الار ان اي نفسه لو بدنا ندرسه من ناحية كيميائية هو عنده القدرة يعمل تضاعف ذاتي. هذا في البداية. احنا حاليا الار ان اي بيتم مضاعفته بالانزيمات. هذا الاشي ممكن حتى يقودنا لنشأة الميتابوليزم، تمام، او الايض. تمام. من اخر دراسة شفتها على كريبس سايكل. طبعا كريبس سايكل هذه إلها علاقة يعني احنا لما بناكل سكريات مثلا بتدخل في مسار اسمه تحلل السكر، وبعد هيك بتدخل في كريبس سايكل. النهاية هي ATP أو جزيئات الطاقة. كريبس سايكل هذه يعني زي محور لأغلبية التفاعلات تبعت الأيض، مش بس تحلل السكر، إلها علاقة بالدهون وإلها علاقة باليوريا سايكل إلى آخره. العلماء قدروا من فترة يعني إنه يحفزوا هذه الكريبس سايكل بدون إنزيمات، يعني المعادن كانت كافية. اوكي. وهاي فاحنا لو مهمة ممكن كل شيء. نتخيلها، البيئة اللي كانت فيها الأرض من 4 مليار سنة، كانت حكينا إنه البحر كان فيه معادن، كان فيه سكريات، أحماض أمينية. فهل ممكن لو تشكلت شبكة أوتوكاتاليتيك نتورك هذه قادرة إنه تتحفز ذاتيا؟ ممكن. بس الفكرة هنرجع برضو لنفس السؤال، كيف تشكلت وهذه نقطة برضو. أو أقدم دليل على خلية حوالي 3.8 مليار سنة تقريبا. أوكي، وهو أقدم دليل إحنا بنعتبره على الحياة. تمام. وشو النقطة المفصلية؟ يعني هي ظلت خلية واحدة ل 3 مليار سنة تقريبا، صح؟ يعني عدد مليارات السنين وهي ظلت خلية واحدة. يعني الحياة ما تطورت إنه خلص بلشت الحياة ويلا فيعوا كل واحد كل شوي يطلع الحياة كائن. ظلت تقريبا عبارة عن خلايا ل 800 مليون سنة سابقة أوكي، تقريبا. يعني ظلت نفرض 3 مليار سنة وهي خلية تمام. واحدة. شو يعني شو الإشي اللي خلاها خلص تقطع تتكاثر خلص وتصير أكثر وهيك؟ يعني شو قصدي الإشي المفيد اللي صار للحياة خلاها جد ناجحة وتنتشر وهيك؟ يعني هو فيش نقطة معينة ممكن نحكي إنها هذه مفصلية، لأنه كل الأحداث اللي صارت في البداية مهمة. يعني يعني ممكن أي تغيير في أي حدث في السابق ما تنشأ الحياة بسببه. فإحنا ما في نقطة ممكن نحكي إنه هي أهم نقطة. بس لو بدنا نتكلم مثلا عن نشأة الحياة حقيقية النواة مثلا، ممكن هنتكلم عن اندماج الميتو أو اندماج البكتيريا القديمة في خلية حقيقية، فنشأ عندنا الميتوكوندريا بعد أوكي، فترة. هذا إمتى صار؟ هذا صار تقريبا من قبل 1.5 مليار سنة أو 2 مليار سنة تقريبا. أوكي، يعني إحنا متأكدين إنه هلا اللي ما بعرف الميتوكوندريا اللي هي مركز الطاقة اللي بيصنع الطاقة في الخلية، صح؟ تمام. وهي بيقولوا إنه هي بالحقيقة كانت بكتيريا أو خلية بكتيرية اندمجت مع خلية تانية وعاشت جواها وصاروا يعتمدوا على بعض. اسم البكتيريا ألفا بروتو بكتيريا. تمام. هي اللي كانت ميتوكوندريا من خلال تفاعل اسمه اندوسيمبيوسيس. تمام. أو هو التعايش الداخلي. خلية حقيقية في النواة اندمجت فيها هذه البكتيريا، فبعد فترة من هذا التعايش تحولت لميتوكوندريا. تمام. كيف عرفنا إنها أصلا بكتيريا؟ الجينوم تبعها بيختلف عن الجينوم تبعنا. تمام. يعني الجينوم تبعها بيشبه جينوم البكتيريا بصفاته. فاحنا اوكي هنا
من هذه النقطة كنا متأكدين إنه هي عبارة عن كائن دقيق، لكن تفاصيل هذا الحدث لسه مش واضحة كتير يعني، عشان هيك لسه ما زالت فرضية. اوكي، يعني احنا مش كتير بنعرف امتى ظهرت. طب بنعرف انها ظهرت مرة واحدة بس، صح؟ يعني كل هذا الاشي اللي احنا شايفينه والتنوع كان نتيجة ظهور الحياة مرة واحدة، تمام. صح؟ ولا يعني بأكثر من مرة؟ عندنا مثلا في النباتات بيختلف الموضوع، يعني البكتيريا اللي عملت تعايش داخلي اللي هي السيانوبكتيريا أدت لنشأة البلاستيدات. تمام. يعني البلاستيدات اللي في النبات منشأها في الأصل بكتيريا تانية اسمها السيانوبكتيريا. إحنا مثلا في الخلايا الحقيقية النواة البكتيريا مختلفة، فهي عندنا مسارين مختلفين مثلا. بس قصدي احنا دائما بنرجع، اذا بتطلع على شجرة الحياة دائما بنرجع لمكان واحد كل اشي تفرع منه. أنت بترجع هيك لل 3.8 مليار سنة اللي هي يس، لوكا. انا قصدي انه على هذا الكوكب ظهرت الحياة مرة واحدة، وهذا صح. كان كافي تمام. انه يصير كل هذا الانتشار. بعد ما اتكونت الخلية بصفاتها كاملة، يعني صار عندنا خلية بدائية أو بروكاريوتيك سيل. تمام. تت- من من هذه اللحظة عندنا خلية واضحة المعالم، عندها يعني قادرة تعمل تضاعف إلى آخره. أما قبل نشأة هذه الخلية الموضوع مختلف، يعني لا، كان ممكن الحياة تسلك ظروف مختلفة وما تنجح اوكي، عادي جدا يعني. انا ليش بسأل؟ لانه في ناس بتعتبر انه سهل وجود الحياة على كواكب تانية، وطالما طلعت عندنا مرة اكيد رح تطلع بكواكب تانية. بس الهدف انه هي الحياة هون طلعت مرة واحدة بس، ولانه ظروف، لانه كثير كانت الظروف سمحت لها تتنوع. يعني انا بسأل مثلا انت كشخص molecular biologist، هل تعتقد انه سهل وجود الحياة على كواكب تانية؟ يعني تعتقد انه في فضائيين معبين الدنيا؟ يعني لو بدنا نتكلم عن نشأة الحياة، ممكن أحكي ممكن تنشأ حياة ميكروبية، ممكن يعني حسب شكل الحياة اللي بدنا نتكلم عنها. إنه هل مثلا في كواكب تانية في حياة فيها أشخاص مثلنا مثلا؟ أتوقع ذكية. أتوقع يعني صعب. على الأقل لو بدنا نعيد نفس الخطوات اللي صارت على الأرض في مكان تاني، صعب تتكرر هذه الأحداث، لأنه كل حدث تغير بسيط ممكن يؤدي لكل الأشياء اللي إجت بعدها تتغير. لكن هل ممكن الحياة تنشأ في مكان تاني؟ ممكن، وارد يعني. لكن إحنا صعب نعطي إجابة واضحة. هل ممكن تكون اتطورت مثلا لحياة ميكروبية؟ ممكن. حياة مختلفة عنا مثلا؟ ممكن. لكن هل ممكن نحكي إنها اتطورت لحياة ذكية؟ ما بنعرف، يعني كل شخص عنده، يعني كل واحد اكيد، هلا احنا ما يتخيل. بنعرف. أنا قصدي من وجهة نظرك انت كشخص متعمق بهذا الشيء، بتتوقع انه من دراستك له سهل واضح، ولا شكله كثير صعب انه يصير او هيك؟ عرفت؟ يعني هو إذا الكون فيه احتمالات كبيرة كثير لا نهائية يعني، ممكن. لكن كل شيء ممكن بصير. صعب جدا إنها تتكرر بنفس النسق اللي صار على كوكب الأرض. اوكي. أحمد، بدي أرجع لموضوع الميتوكوندريا. هلا الميتوكوندريا أو مركز الطاقة بجسمي موجود بكل خلية بجسمي، بيجي من أمي، صح؟ مش من أبوي. صح. هلا كنت بحضر فيديو هذيك المرة لبنت إفريقية، بيقولوا إنه عملوا عليها بقى فحص حمض النووي، وطلع معاهم إنه هي أقرب الأقرباء، يعني جاي منحدرة مباشرة من سلالة أنثى اسمها الميتوكوندريا الإيف، أو حواء الميتوكوندريا، اللي هي تعتبر الحواء اللي طلع منها كل البشر. يعني إحنا كلنا بمختلف أعراقنا جايين من امرأة واحدة عاشت بإفريقيا، وإحنا كلنا من سلالتها. إذا فعلا إحنا كلنا من سلالتها، وهي هذا الشخص طلع وطلع منه كل الناس التانيين، ليش البنت الإفريقية هاي أقرب لها مني؟ ما فهمت كتير. تمام. إحنا نفهم ليش الميتوكوندريا تتاخد من الأم في البداية. تمام. ليش مثلا ما بتيجي من الأب رغم إنه الأب عنده ميتوكوندريا كمان؟ تمام.
لأنه خلال التخصيب، تمام، الميتوكوندريا في السبيرمز هدفها تعطي طاقة فقط، بعد هيك بتنترك برا. يعني لما تصير مرحلة التخصيب الديل كامل تبع السبرم بنساب مع الميتوكوندريا، ففيش حل إلا تيجي الميتوكوندريا من الأم أو إلا من الأم. هاي نقطة، ففهمنا ليش بتيجي من الأم. تمام. النقطة الثانية نقطة حواء الميتوكوندريا، هل هي فتاة واحدة؟ طبعا لا، يعني هي عبارة عن مجموعة سكانية مش أنثى واحدة. هذه المجموعة السكانية كانت عايشة من حوالي مثلا 150 ألف سنة، تمام، في إفريقيا. وهي تقريبات، يعني ممكن نشوف علماء بيحكوا 150 ألف ل 200 ألف سنة، تمام. فهي مجموعة سكانية كبيرة بتضم مجموعة كبيرة من الإناث. حتى في هذاك الوقت كان في عدة، طبعا كان في يعني مجموعة كبيرة، فبالتالي مش بس الأنثى اللي بنتكلم عنها أو المجموعة السكانية هي اللي كانت موجودة. تمام. لو رجعنا حاليا فحصنا الميتوكوندريال دي ان ايه تبع كل الإناث مثلا الموجودين في الأرض أو حتى من عندي، تمام، هنشوف إنه بيرجع في أصوله لحوالي 150 ألف ل 200 ألف سنة، تمام، اللي هي الفترة اللي مفترض عاشت فيها من المجموعة السكانية اللي طلع من منهم ضمن هي الحالي. تمام، اللي هي ورثوا البشر الحاليين منها الميتوكوندريا، تمام. هل في أشخاص أقرب مثلا لهذه المجموعة؟ طبعا صعب ينشأ، يعني إذا تعداد سكان البشر انخفض عن 10,000 صعب ينتجوا هذا التنوع الجيني الموجود حاليا. فإحنا لما بدنا نتكلم إنه كل البشرية ظهرت من مجرد أنثى واحد عاشت من 150 ألف سنة، فهذا غير صحيح. ولا ما ذكر في واحد عاش من ولا وكذا. ذكر واحد، ما في إمكانية. لا يمكن هذا التنوع الموجود بأعراقنا وهيك يكون جاي من زوج واحد. مستحيل، يعني مهم. مستحيل. فليش مثلا في ناس ممكن يعملوا تحليل ميتوكوندريال دي ان اي ويكونوا أقرب مثلا لهذه المجموعة؟ مم. الأغلب إنه هذه البنت حتكون إفريقية، تمام. آه. فعدد الأجيال يعني ما يعني غالبا المجموعة اللي هي عايشة فيها ما هاجرت غالبا برا أفريقيا، تمام. اللي هاجروا تزوجوا أكثر، ويعني صار في يعني تفرع أكبر. هي عبارة عن خطوة يعني وتزوجوا ممكن. أنواع تانية من الإنسان كمان، مش بس يعني صح، يتزوجوا مع ناس تانيين. بالضبط. بس أنا بدي أتكلم إنه صار يعني عدد حالات تزوج أكثر. لكن البنت اللي عايشة في إفريقيا ممكن حاليا أو فحصت ووجدت إنه هي أقرب، غالبا بيكون في زي لينج أو مسار مباشر، يعني عدد الأجيال أقل لأنه هي في المكان اللي كانت عايشة فيه هذه الأنثى، عكس البشر اللي هاجروا وصار حالات تزوج أكثر فاهمة كيف؟ فعدد الأجيال بيكون أعلى. لكن هي مش إنها أقرب يعني اللي هي على بعد كم جيل، لا، عدد كبير من الأجيال. طب في عندي سؤال مثير للجدل. تمام. آه، أنت كبيولوجي بتشوف فرق بين الأعراق؟ يعني إحنا دائما عشان نحارب العنصرية وهيك بنقول إنه لا إحنا كلنا واحد وكلنا جايين إحنا نعتبر واحد العرق البشري، مع إنه بس تطلع على اختلافاتنا بتشوف اختلافات، يعني تقدر تقيسها وتشوفها بين الأعراق. ففي فروقات فعلا بين الأعراق، ولا إحنا فعلا كل البشر نعتبر عرق واحد؟ تمام. حاليا يعني لو بدنا نعمل فحص بين أكثر شخصين بعاد عن بعض في الكوكب، فحيكون الاختلاف في الحمض النووي بينهم 0.1%، يعني نسبة كتير قليلة. مهم. أول حاجة يحكي يعني نسبة الاختلاف في الحمض النووي كتير قليلة، يعني كلنا عبارة عن إنسان عاقل، يعني نفس النوع. الاختلافات غالبا حتنشأ من البيئة. مثلا ممكن بعض الأشخاص اللي عايشين في أفريقيا تكيفوا بطريقة معينة تكون بشرتهم مثلا غامقة أكتر من الشخص اللي عايش في أوروبا بحكم البيئة. الشخص اللي في أوروبا حيكون مثلا عنده بشرة أفتح، عينين مثلا ممكن يكونوا زرق بحكم البيئة برضه، لأنه عندهم نسبة الأشعة
اللي بتعرضوا لها للشمس أقل، فبالتالي الجسم مش محتاج نسبة ميلانين عالية. بس بالمقابل ممكن نشوف إنه الأشخاص مثلا السمر بشكل عام عندهم نسبة الفيتامين د مثلا كمثال منخفضة مقارنة بأشخاص ثانيين مثلا. السبب الميلانين. مثلا لو شخص عايش في بيئة مختلفة هنلاقي برضه فروقات حسب البيئة اللي هو فيها، فاهم كيف؟ فهذه الفروقات جسدية بشكل عام لكنها بسيطة، مش لدرجة إنه يكون في اختلاف جذري بين الأعراق الموجودة، مثلا عرق أذكى من عرق كتير أو إنسان ممكن متفوق. يكون عرق أذكى من عرق بشوي. ممكن يعني هذه ممكن يكون عرق أقوى، يعني إذا مثلا اوكي هلا احنا بدنا نفوت، مش قصدنا عنصري ابدا، بس قصدنا انه انت كشخص دائما متعمق بهالاشياء بتشوف انه ممكن يكون في عرق من الاعراق بتميز بشغله مقارنه تمام بحد ثاني، هيك صح؟ بالضبط. ولا ممكن يعني ممكن بعض الأعراق يكونوا بدنيا أفضل من غيرهم مثلا زي حسب مين؟ البيئة اللي هم فيها. بشكل عام مثلا بعض الأفارقة ممكن يكون بنيتهم الجسدية أفضل من غيرهم، لكن حسب الظروف. يعني ممكن حسب، في بعض الدول في أفريقيا فيها مجاعات مثلا، مم. فالظروف هي اللي بتحكم. لكن كفروقات كبيرة بين المجموعات السكانية لا، ما في اللي الناس متخيلاه يعني. كلنا تحت نفس النوع يعني. اوكي اوكي. احمد بدي اسالك، انت بتدرس بموضوع الخلايا الجذعيه صح؟ وكيف تمام. الخلايا الجذعيه، يعني قبل فتره سمعت انهم صنعوا جنين من بس خليه جذعيه، يعني خلايا جذعيه بدون ما يجيبوا لا بويضه ولا حيوان منوي ولا شيء. ايش هي الخليه الجذعيه بتبسيط، او قبل ما نفوت بالموضوع؟ الخلية الجذعية طبعا هي الأصل في إنه إحنا لسه موجودين، لأنه هي القادرة على الانقسام، تمام، وتعطينا خلايا متخصصة سواء جلد، أنف، قلب، كبد، وفي نفس الوقت تضاعف نفسها وتضل خلية جذعية. يعني بتعطينا خلية جذعية وخلية تانية ممكن تتخصص لا أجزاء الجسم. فهذه اوكي، يعني باختصار الخليه الجذعيه هي خليه بس لسه ما قرروا هاي عظم، هاي بالضبط. عضلات، هاي كذا. هي إلها أنواع، يعني في مثلا عندنا خلايا معينة إلها قدرة اسمها التوتي بوتنسي، هذه قادرة من خلية واحدة تعمل جسم كامل. البلوري بوتنسي مثلا أو بلوري بوتنت ستيم سيلز، هذه قادرة على إنه تعمل لنا أعضاء، تمام. اه في خلايا يعني جذعية متخصصة بشكل أقل، يعني هذه بتعمل لنا عظم، هذه بتعمل لنا، فاهمة كيف؟ م- م. يعني ممكن يكون آه، يمكن صناعه جنين بشري من خليه جذعيه ماخوذه من حدا، ممكن. وبيعملوا منه، بيعملوها بخلوها واحده بويضه وواحده منهم سبيرم وبجوزوهم لا وهيك عادي. لا، إحنا الفكرة ممكن يعني ناخد الخلايا الجذعية من وين؟ يا من البويضة قبل الإخصاب يا إما بعد الإخصاب، عادي جدا. مثلا في التجربة اللي تم فيها صنع أو عمل فأر أو جنين فأر، تمام، من فترة، هم أخذوا خلايا جذعية من بويضة تم تخصيب، يعني هي تخصبت، أخذنا خلايا جذعية اسمها embryonic stem cells اللي هي خلايا جذعية جنينية. هذه الخلايا عندها القدرة تعطينا جسم كائن كامل، بس إحنا اللي بدنا نحكم هذه الظروف. يعني الجنين نفسه قبل ما يصير جنين هي الخلايا الجذعية هي اللي تخصصت، هي اللي بدأت في مراحل نمو الجنين تعطينا أجزاءه. طبعا العملية معقدة كتير مش بالبساطة هذه. أخذوا خلية جذعية، تمام، وعملوا إشي اسمه بايو رياكتور بتحاكي بيئة الرحم، تمام، والخلية الجذعية هذه قدروا في جوا هذه المفاعلات الحيوية بتراكيز معينة من عوامل النمو، كل المواد اللي بتحتاجها، قدروا يصنعوا أو ينموا فأر حوالي 8 أيام ونص. طبعا مدة حمل الفأر حوالي 20 يوم، هم نجحت معهم ل8 أيام ونص، وبعد هيك توقفت التجربة، يعني ما كملت الأجنة نمو. لكن اللي نتج جنين كامل في قلب بدق وكل الأعضاء كاملة يعني.
لأني من فترة قرأت إنه العلماء صنعوا دماغ قادر يلعب، يعني خلايا دماغية بالمختبر قادرة تلعب لعبة البينج بونج، تمام. علموها إنها تلعب اللعبة. فأنا تمام. فتت بالحيط يعني إنه هل هذا يعني إنه هذا دماغ، يعني إحنا بنقدر نسميه دماغ؟ وممكن يكون مثلا إذا عقدناه كمان أكثر شوي ممكن يظهر عنده وعي زي ما إحنا في عندنا وعي. تمام، نرجع إيش عملوا في التجربة. امم اللي صار إنهم جابوا زي ديش أو طبق للزراعة، يعني للخلايا أو لزراعة الخلايا، زودوه بإلكترود. تمام. هذا الإلكترود يعني من خلال اللي هو زي أقطاب أوكي كهربائية. أوكي تمام. هذا الأقطاب بقدر من خلالها يعني أوصلها في الكمبيوتر. تمام. وفي نفس الوقت ناخد أو نقيس إيش بيصير في الخلايا العصبية اللي تم زراعتها. هم زرعوا حوالي 800 ألف خلية عصبية مأخوذة من دماغ بشري. تمام. ومأخوذة كمان من شمبانزي، مأخوذة من حتى صراصير يعني. يعني هذا هو أوكي كائن هيك مهجن شوي طبعا أو كل واحد في طبق مختلف. أوكي. هذه الأطباق بعد ما تم زراعة الخلايا وشبكوها في الحواسيب. تمام. أعطوها إشارة تفهم وين موقع الطبة. تمام. وين موقع المضرب اللي هي البينج بونج غالبا طبة اللي هيك. تمام. أوكي اللي صار إنه الخلايا ما استجابت في البداية، ما استجابت للإشارة إنه تفهم وين موقع هذه الطبة وين مثلا إيش مفترض تسوي. عملوا لها تحفيز كهربائي. هذا التحفيز يعني خليها تفهم. قدرت يعني الخلايا العصبية هذه تفهم إنه هذه الطبة موجودة هنا، فلازم أحرك هيك بناء على الإشارات اللي هم أعطوها للخلايا العصبية. يعني هم أعطوا إشارة للخلايا العصبية إنه هاي في طبة حتتحرك، أنت مفترض تعمل هيك. تمام. أوكي هي ما استجابت، بس مع التحفيز الكهربائي استجاب. دماغ الشمبانزي كمان زبط معه، بس الصرصور يعني كان ينجح مرتين ويفشل مرتين. يعني الطبة يعني له تفلت. علاقة الموضوع بهو من مين جايبين هاي الخلية بالضبط، يعني احنا مثلا عشان الخلايا عندنا معقدة أكتر فكانت فاهمة. القرد مثلا كان فاهم نوعا ما، الصرصور فهم بشكل أبسط بكتير منا. يعني نظريا إذا إحنا كبرنا هذا الدماغ وخليناه موجود وأعطيناه محفزات مثلا لكيف إنه عم يشرب مي أو طعمة معينة أو كذا whatever، هذا يعني إنه هو رح يحس، يعني رح يفكر حاله موجود، يعني رح يفكر إنه شاف ضوء أو فات عليه شرب مي هو أو whatever. الفكرة إنه هو حيكون مش مربوط بجسد يعني، لكن فرضا لو ربطناه بمعلومات معينة سواء في روبوت أو ممكن يدرك يعني، حينها ممكن يدرك. لكن الفكرة إنه إحنا ما بنزرع يعني، ما بننمي دماغ أساسا، هي مجرد 800 ألف خلية يعني. أوكي هلا الصرصور في عنده إدراك، في عنده مستوى معين من الإدراك صح؟ كل الكائنات عندها مستوى ولو بسيط من الإدراك. البكتيريا عندها إدراك؟ في البيئة المحيطة عندها إدراك، يعني أوكي تقدر تحدد إذا البيئة مثلا مناسبة، فيها مغذيات ما فيها، يعني هذا إحساس في البيئة. كل الكائنات لازم يكون عندها هذه الخاصية يعني. يعني هاي اللي احنا التجارب اللي عم نعملها، عم نعمل مثلا دماغ بشري بالمختبر، هذا دماغ عن جد، يعني هو كائن حي يعتبر. هو ممكن ما نطلق عليه دماغ، يعني هو يدوب جزء صغير من خلايا عصبية من الدماغ، لكنها أدركت مثلا اللعبة مثلا على سبيل المثال. وهاي لسه عن بداية الطريق، إذا أدركت لعبة ممكن بالمستقبل يعني مع تطور الوقت تدرك. ممكن من خلالها نستفيد من هذه التجارب في تطوير الحواسيب مثلا. يعني طب احنا هاي الاختبارات كلها اللي عم تنعمل على أوكي على البشر، خلينا نبلش بالبشر. الحيوانات، ولا بتعرف، خلينا نبلش بالحيوانات. التجارب اللي عملها على الحيوانات
في حيوان أحسن من حيوان؟ يعني في حيوان نحفظ له حقوقه أكتر شوي؟ يعني هل كل الحيوانات متساوية بالنسبة لنا من ناحية الاختبارات اللي بنعملها عليهم، ولا إحنا ننظر لجميع الحيوانات اللي هي ما عدا البشر إنهم خلص إحنا بنقدر نعمل عليهم تجارب؟ في أخلاقيات محددة بهذا الموضوع؟ يعني التجارب بتصير في العلم بشكل عام على عدة مستويات، اللي هي مثلا ممكن يصير ان فيترو، اللي هو احنا ننمي خلايا. هذا اشي يعني بسيط، انه احنا حتى لو بدنا ناخد خلايا من انسان عنده ورم معين وننميها، احنا مش هنضر الانسان بالنهاية. حتى يعني المحاكم حكمت انه ما في حقوق للشخص اللي اخذنا منه الخلايا، لانه بالنهاية ما نضر وحاجة حتفيد البشرية. نفس أوكي. الموضوع بالنسبة لو بدنا نعمل التجارب على مستوى أكبر شوية، لأنه بالنهاية ما بنقدر نضلنا محكومين على مستوى خلايا. يعني الخلايا هذه أول مرحلة في التجارب، زي اللقاحات مثلا. بدينا بخلايا، بعد هيك لازم نجرب اللقاحات على حيوانات على الأقل قريبة منا، أو جهازها المناعي قريب منا. بدون هذه الخطوة صعب نطبقها على بشر. طبعا إحنا في تضحية يعني في الموضوع، يعني لازم يكون في تضحية عشان يكمل الجنس البشري. تضحية من قبل الحيوانات. بالضبط، بس الفكرة لازم يكون في أخلاقيات في معاملة الحيوانات، يعني سواء فئران تجارب أو حتى قرود، أو حتى مثلا أنواع من الحصنة. الحصان بشكل عام يستخدم كثير حتى في تجميع السيرم والأشياء هذه، يعني في التجارب. الخنازير كمان مهمة، لأنه جهازها المناعي بيشبه جهازنا المناعي، فإحنا أكثر من يعني التجارب. القرود؟ أكثر من يعني هي الحيوانات؟ لا، القرود أكتر يعني. تمام، بس الفكرة إنه الخنزير أرخص، تمام، التجارب عليه، وحجم أعضائه متناسب برضو كتير معنا. حتى مثلا في عمليات نقل الأعضاء الأخيرة اللي جربوا مثلا قلب من قرد وحاولوا يزرعوه في شخص من فترة، يعني أكيد مرت عليك. آه. الفكرة ليش اخترنا الخنزير، وليش عدلنا القلب تبعه مثلا جينيا وجربناه على البشر؟ لأنه الجهاز المناعي للخنزير بيشبهنا، يعني هي كل الكائنات بالنهاية بتشبهنا ولو بنسبة معينة، لكن الحجم كمان. أوكي. تكاليف مثلا هذه التجارب على القردة يعني أغلى آه. بكتير من الخنازير. آه. يعني في كتير أسباب لوجستية بتلعب دور. حسب التجربة، وحسب يعني مجال المناعة بفضل حيوانات معينة مثلا مختلفة عن مجال الوراثة على سبيل المثال. أوكي. طيب هلأ ما بعرف إذا هو مرتبط بموضوع يعني الأخلاقيات. هلأ في إشي اسمه كريسبر اللي هو التعديل الجيني، إنك تجيب جينات وتبرمجها زي ما بدك، صح؟ تمام. تحط فيها أشياء، تشيل أشياء عشان تعمل صفات معينة بالكائن. زي كيف يعني إحنا مثلا نقدر نستخدمها لأنه توقينا من الأمراض، ولا بنقدر جد نغير فينا شغلات؟ زي كيف مثلا ناخذ من السحلية قدرتها إنها بس تنقطع إيدها ترجع إيدها تطلع. تمام، خلينا نفهم شو هو كريسبر. تمام، باختصار عبارة عن إنزيم اسمه كاس 9. هذا الإنزيم هو اللي حيقص في الدي ان ايه تبعنا. كيف حيقص؟ بده حد يرشده، يحكي له بدي أقص من السيكونس مثلا من هنا لهنا. مين اللي بيرشده؟ حاجة اسمها الجايد ار ان اي. الجايد ار ان اي هذا جزئين، سواء بغض النظر عن الأجزاء. هذا الجايد بيحكي له أنا بدي، بيجي بيرتبط في الجزء اللي فيه خلل، تمام، وبيحكي له أنا بدي تقص لي من الجزء هذا للجزء هذا. فبيرتبط وبيرتبط عليه الكاس وبيقطع في المكان اللي بدنا إياه. مثلا مرض وراثي معين، في خلل عبارة عن تغيير في النيوكليوتيدات مثلا معينة، أدى لهيموفيليا، تلاسيميا، إلى آخره. قصينا هذا الجزء اللي بدنا إياه، تمام. بعد هيك إيش مفترض يصير عندنا؟ أنظمة الإصلاح اللي في جسمنا هي اللي بدها تعبي الفراغ، تمام. شو؟ تحط
تحط القاعدة اللي إحنا مفترض بدنا إياها. تمام؟ اللي هي منيحة، مش اللي هي بالضبط تأثيرها اللي هي مفترض تكون طبيعية. أوكي. المشكلة إنه هذه الأنظمة يعني أحيانًا تغلط، يعني لسه مش الكفاءة 100%. عشان هيك كريسبر أحيانًا أدى لنشأة سرطان عند بعض الأشخاص. فلسه التجارب لازم نطوره أكتر من هيك. يعني هو تمام منيح وممتاز لكن لسه محتاج شوية تطوير أكتر. هذا باختصار. اوكي، وهذا بنقدر نتحكم اذا بنقدر نلعب بالجينات، نشيل اللي بدنا اياه وريبليس ات وذ اللي بدنا اياه، معناته ممكن نقدر الشخص نعطي يختار. حالنا اي قدرات بدنا اياها مثلا. ممكن التعديل الجيني فعلا يعطي الشخص أي صفة بده إياها، سواء مثلا واحد نفسه أولاده يطلع عينهم مثلا زرق، أو مثلا خضر إلى آخره، لون بشرته كذا، شعره كذا. بيقدروا يلعبوا بهذه الأمور العلماء وينتجوا فعلا طفل عنده هذه المواصفات. بس وبكون الطفل جينات الطفل زي جينات ابوه، يعني في دليل انه هو يعني واضح انه هذا ابن هذا، ولا بتوصل لمرحله خلص بتتغير كثير اشياء؟ يعني هو فحص الأبوة بيكونش بس مجرد جين. يعني حتى التوأم احنا ممكن نفرقهم يعني التوأم المتطابق ممكن نفرقهم في الفحوصات الجينية. يعني في مناطق معينة بنسميها ريفلكس أو restriction fragment length polymorphism. هذه حتى التوائم ممكن يكون في بينهم ولو اختلاف بسيط، فمش هيأثر لدرجة إنه إحنا ما نعرف إلا إذا يعني التغيير كبير. فهذا في المستقبل يعني ممكن. يصير له جناحات وهيك واشياء يعني ما لهاش دخل. لا لا لا، مش هيصير بالصورة هذه. طب هل انت برايك استخدام كريسبر او استخدام التعديل الجيني بشكل عام هل رح يكون عادل، ولا انت ترتقي بالمستقبل حكما على المعطيات اللي موجوده حاليا حوالينا وكيف السيستم شغال وهيك، انه رح يزيد التفرقه بين الناس؟ يعني رح يصير اللي معاه مصاري هو الشخص الصحي والحلو واللي عنده قدرات والذكي، مقارن بالفقير اللي تحت رحمه جينات اهله. يعني لو بدنا نتخيل إيش ممكن يصير في المستقبل، يعني أنا ضد هذه المسألة إنه أشخاص معينين بيمتلكوا مثلا الثروة فيعدلوا جيناتهم بحيث إنه يصيروا أذكى. هذا لو توفر هذا الأمر في المستقبل، لأنه الذكاء لسه إحنا مش فاهمين يعني بطريقة واضحة إيش هو بالضبط. يعني أو يعني هل في جين معين؟ المسألة مش مجرد جين معين، لا، هي نمط من الجينات. تمام. ففرضا حتى وصلنا لفهم لهذه الجزئية، يعني لازم يكون في قوانين توضح هل هذا الإشي هيجعل أشخاص معينين أعلى من غيرهم مثلا، سواء في الذكاء أو إلى آخره. يعني هنا بترجع المسألة للأخلاقيات يعني. وانت برايك مجال الاخلاقيات ويل استابلشد، يعني منيح له قواعد متينه، ولا لا لسه؟ يعني لا، لسه في العالم حاليا لا. بس بقولوا في اشياء انه مثلا بيمنعوا الاختبارات على البشر، انك تكون جنين بشري مثلا. صح. الاختبارات بالنسبة للبشر يعني كتير صارمة ومهمة. يعني ما حد بيقدر ينمي مثلا جنين بشري كامل وينتجه على سبيل المثال من خلايا جذعية. يعني التجارب بيتم إيقافها لعند حد معين. فهذه قبل ما فهذه نسمح لك المسألة. كثير. طب انت هيك حيرتني. يعني هلا في ناس مثلا بموضوع الاجهاض مثلا بحكي لك لا، في حد معين قبله تمام، بعده مش تمام. الكائن الحي امتى ببلش انه يعتبر، يعني انا اعتبر بشر اول ما اتكون ببطن امي؟ يعني اول ما يصير التخصيب ويطلع كم من خلية، ولا بعد ما يصير دق القلب، ولا كيف بيعتبروا هذا الكائن حي صار وهذا لا؟ يعني هذا التعريف بتغير كل فترة تقريبا. أنا بشوف يعني كل فترة بحس عندهم معيار مختلف.
لكن بنظري أنا مجرد ما الجنين تشكل وصار عنده أعضاء كاملة، فهذه النقطة ممكن هي المفصلية يعني. ممكن غير يفترض إنه مثلا تشكل القلب، تشكل جزء من الدماغ مثلا، بداية إنه ينبض القلب. هذه المسألة بترجع يعني حسب إيش الشخص شايف، لكن المعايير اللي بتنحط تختلف كل فترة، تختلف من بلد لبلد، يعني ما في مثلا تختلف من بلد لبلد. دفع كتاب واحد لجميع البيولوجيست انه هذا يعتبر كائن حي بعد فترة معينة او مرحلة معينة، ما في هيك شيء. بالضبط. اوكي، احنا لسه كونفيوز بهذا الموضوع، آه. او في حرية اكثر. ومفترض يعني يكون في حرية أكبر، لكن يعني حسب، على سبيل المثال ما ممكن نمنع الإجهاض بشكل نهائي لو اكتشفنا في مرحلة مبكرة إنه الجنين ممكن يكون معه مثلا حالة وراثية مثلا صعبة ومش ممكن تعديلها، فهل ممكن نجيبه على الحياة يعاني على سبيل المثال؟ فلو بدنا نمنع الإجهاض بشكل كامل، إيش ذنب هذا الشخص مثلا يجي على الحياة وإحنا كنا عارفين إنه ممكن يكون معه مثلا هذه الحالة على سبيل المثال يعني. طب ما هي مش بس كمان تحكم على الاشياء الطبية، ممكن تحكمها على ايش ذنب هذا الشخص ينولد ويزتوه بالشارع، او ما يكونش في عنده الموارد الكافية والبيئة المنيحة انه يربوه مثلا. هاي كمان ممكن المفروض تأخذ بعين الاعتبار. يعني كل واحد يفكر فيها وياخد يعني ياخد فكرة لحاله يعني حسب المتاح. بس وقت الحمل بتكون دائما الأولوية للهوست، للأم اللي هي المضيفة آه. لهذا الكائن اللي جواها. يعني بس يكون مثلا في مشكلة عند بيقيموا مين اللي حياته أهم، حياة الأم، هيك بيعتبروهم بالعادة. حياة الأم أهم طبعا. اها، اوكي. اوكي، طيب بدي أسألك عن نحن الأسبوع الماضي كان المفروض نعمل هذا اللقاء ومرضت آه. وما فحصت، ما بعرف هو كورونا ولا لا. انا اوريدي صايبني كورونا مرتين، مره ب 2020 ومره ب 21، واحتمال يرجع يصيبني هاي المره. ليه؟ سلام. يعني انا ماخذه لقاح وماخذه جرعتين لقاح، شو اللي بخلينا احنا كل سنتين لازم ناخذ؟ مش المفروض جسمي في عنده نسخه من هذا الفيروس وعارف انه اول ما يشوفه يتعرف عليه ويطلع الهجمه المناعيه؟ تمام. بالنسبة لكورونا يعني أو كوفيد 19، الجينوم تبعه RNA. تمام. نفترض إنه إحنا نصبنا اليوم بهذا الفيروس وجهازنا المناعي قدر يكون أجسام مضادة ضده. طب هل بعد شهرين، يعني شهرين أو 3 بالكتير، هل الفيروس هو نفسه اللي حيكون موجود؟ غالبا حيكون اتطور، لأنه ال RNA من بداية ما حكينا حتى في بداية الحلقة غير مستقر حتى عند الفيروسات، بالتالي في نسبة طفرات كبيرة فيه. بالتالي في قدرة إنه الفيروسات بيجي مموح، يعني انت تتفاعل بجهود. الجسم مش عارف النسخه الجديده، مغير شكله هيك يعني. تقريبا يعني كل كم يعني كل فترة بسيطة بنشوف فيه سلالة جديدة من كورونا يعني. آخر سلالة ظهرت تقريبا في كندا تقريبا. بس المشكلة كورونا بتعرف كل شوي بيطلع لي بحث جديد على النت بيحكي قديش انه هو بدمر، حتى بيحكي لك الناس اللي صابهم كورونا بيكون عليهم اعراض التقدم بالعمر اسرع. وانا مثلا بيأتي هو ضرر دائم من مرة واحدة صابني كورونا. في مشكلة في يعني في الأبحاث اللي يعني فترة كورونا كان في نسبة قبول للأبحاث في المجلات العلمية بشكل أسرع وأكبر، فتدقيق هذه الأبحاث غالبا ما كانش بالصورة ما كانتش بالكفاءة اللي زي قبل. السبب إنه إحنا كنا بفترة جائحة يعني، فأي معلومات ممكن الشخص ينشرها وتفيد في هذا الموضوع كانت تنتشر، ففي نسبة من الأبحاث ما كانت جودتها منيحة يعني. عشان اوكي. هيك ممكن تلاقي أبحاث كتير بتخوف وبتهول الموضوع مثلا. هو فعلا الفيروس خطير لكن احنا طورنا لقاحات، وحتى الفيروسات الجديدة اللي ممكن تظهر عنه أو تتطور عنه مش بصعوبة حنطور اللقاحات الموجودة، يعني الأساس خلاص موجود تقريبا اوكي، تمام. بالنسبة للقاحات.
طيب هلا بعيدا عن تطوير اللقاحات اللي من برا بتيجي، وات اباوت احنا نبرمج جهازنا المناعي؟ يعني في امكانيه بالتعديل الجيني او مثلا، لان انا بعرف انه البكتيريا مثلا، بكتيريا عندها قدره احسن بكتير او يمكن بعضها على انها تتعرف دائما على الدخيل مقارنه فينا. شو اللي بيفرق عندها؟ وهو بيجي كمان شكله مختلف عندهم، يعني بيطلع لها البكتيريا كل فترة بيكون جاي الفيروس بس شكله غير شوي، كيف برضه بتتعرف عليه؟ تمام. البكتيريا برضو زينا بتتعرض لإصابات من الفيروسات. تمام. من البكتيريوفاج. البكتيريوفاج بيحقن الجينوم تبعه داخل هذه البكتيريا. طبعا البكتيريا لازم يكون عندها على الأقل ولو نظام مناعي بسيط يحميها، يعني حتى البكتيريا عندها هذا الإشي. البكتيريا عندها نظامين. الإنزيمات اللي بنسميها restriction endonuclease. تمام. هذه الإنزيمات بتاخد جزء من الجينوم تبع البكتيريوفاج. تمام. هذه زي تعريف، وبتعطيه لمين؟ لتقنية كريسبر. ما هي تقنية كريسبر تم اكتشافها في البكتيريا. تمام. يعني البكتيريا عندها قدرة إنها تقص وتعدل عجيناتها. بالضبط. فاللي بيصير انه هذه القطعة زي تعريف للبكتيريا انه هاي عندنا فيروس جينوم تبعه كذا كذا كذا. فبعد هيك بيجي كريسبر، وهو النظام يعني الأحدث أو الأفضل بالنسبة للبكتيريا في التخلص من هذا الفيروس. يعني ممكن نحكي إنه إحنا عندنا نظام اسمه الأدابتيف إميونيتي، هذا اللي بيشتغل بعد ما ننصاب بفترة. تمام. ردة الفعل يعني. بننتج من خلاله الأجسام المضادة. في البكتيريا النظام الأكثر تطورا هو كريسبر، هو اللي بيقضي على. وعلى فكرة عدد الفيروسات في الكوكب أكبر بكثير من البكتيريا، والبكتيريا بتتعرض باستمرار لهجمات الفيروسات. يعني على سبيل المثال نظام هذا المناعي اللي عند البكتيريا سواء الريستريكشن اندونيوكلييز أو حتى كريسبر له علاقة بتطور البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية. فاحنا فهموا العلماء هذه الجزئية يعني. اوكي، وهاي الجزئية ممكن نطبقها عنا، يعني يصير احنا جسمنا لحاله يعمل هاي الكريسبر زي كيف البكتيريا عم تحمي حالها احسن منا. تمام. احنا ممكن نعمل برمجة للجهاز المناعي في تقنية جديدة يعني اسمها الكار تي تكنولوجي، اللي هي كايميريك أنتيجين ريسبتور إلى آخره. بناخد خلايا الدم تبعتنا. تمام. وبنعزل منها الخلايا التائية اللي هي التي سيل. تمام. شو اللي هي نوع من الخلايا التائية، هذه نوع من الخلايا البيضاء اللي هي بتدافع عن جسمنا ضد مسببات الأمراض. اوكي. لو قدرنا إحنا ناخد هذه الخلايا التائية ونعيد برمجتها. تمام. بحيث إنه تقدر تتعرف على جزيئات معينة، أو مثلا جزيئات في السرطان على سبيل المثال. الجسم إحنا جهازنا المناعي مش قادر يتعرف عليها. لو قدرنا نجيب جزيء، يعني نحفز هذه الآلية تهجم على جزيئات معينة من السرطان أو من بكتيريا إلى آخره، هيك بنكون قدرنا نحفز الجهاز المناعي على كيفنا تجاه أي مرض. اللي بيصير إنه هذه التقنية اللي هي الكارتي، بناخد الخلايا التائية. تمام. وبناخد الجين اللي هو الكارتي. طبعا مر بعدة أو سلسلة تطويرات هذا الجين اللي هو الكارتي. من خلاله عملنا مثلا زي جزيئات معينة لها علاقة بالإشارات داخل الخلية. حطينا له مستقبل على السطح يقدر يرتبط سواء في البكتيريا أو في السرطان في الأنتيجين أو المستجدات بشكل عام. اوكي. ومن خلال كريسبر، زمان كنا نستخدم الفيروسات يعني كناقل لهذا الجين داخل الخلية التائية. حاليا ممكن نستخدم كريسبر، ناخذ هذا الجين ونزرعه داخل الخلية التائية. الخلية التائية حتعرضه. مفترض حاليا شاطرة. بالضبط صارت الخلية فاهمة وعندها مستقبل جديد أو حتى هذا الريسبتور الجديد، وبدنا ندخلها في الجسم. طبعا لازم نزيد عددها، بننميها برا المختبر طبعا في خلايا، أو برا في المختبر في خلايا. لكن قبل ما أضيفها أو أحطها في الجسم، جسمي في خلايا تائية. يعني لو بدي أدخل هذه الخلايا مع الخلايا التائية حيكون في عندنا نسبة كبيرة وحيصير في تنافس. العلماء أو الأطباء حاليا
إيش بيسووا؟ بيشيلوا أو بيزيلوا كل الخلايا التائية الموجودة في الجسم من خلال علاج معين، وبيضيفوا بعدها الخلايا الجديدة عشان ما يصير في تداخل بين. يعني في ناس عاملين عليهم هذا الإشي بالضبط صارت هذه التجارب على البشر كمان وكانت ناجحة. ونجحت. هي في البداية صارت التجارب طبعا على الكائنات التانية، لكن لما نجحت تم تطبيقها على البشر، ونجحت في سرطانات غالبا اللي هي العلاقة بالدم. لكن السرطانات الصلبة اللي هي زي مثلا سرطان في الخلايا البنكرياس الكبد ما نجحت لحتى الآن، لأنه المشكلة وين؟ إنه إحنا نلاقي جزء معين من السرطان بيختلف عن الخلايا الطبيعية. السرطان في الأصل هو أنت كان بتميزه. خلية طبيعية، فأنا بدي حاجة في السرطان مثلا تختلف عن الخلايا الطبيعية، وهذا صعب أجده، إنها في الأصل كانت خلايا طبيعية. آه يعني هلا متوسط عمر الحياة، متوسط عمرنا احنا تقريبا تضاعف من بداية التطور الطبي، وهيك تتوقع انه يتضاعف اكثر كمان، يعني يزيد اكثر قديش بنعيش؟ ممكن جدا يعني زمان كان الشخص يعيش 30 سنة أحيانا، بعد هيك تطور ل40 و50، حاليا ممكن يوصل 90 حتى في بعض الحالات، و100 حتى. يعني كمتوسط حاليا الأعمار أعلى بكثير من زمان. ده كله بفضل التقدم في التقنيات يعني الموجودة اليوم. اوكي، كثير حلو. احمد، انا ظلمت الجمهور لانه في كثير اسئله حاطينها، فرح ناخذ شويه اسئله. بس قبل ما ناخذ، في سؤال، في حدا سأل: اين تذهب الدهون عند فقدان الوزن؟ وين بتروح تمام. دهوني؟ يعني هذا السؤال مهم. الغالبية بتفكر الدهون تتبخر أو تنزل مع العرق أو إلى آخره، يعني حتى ناس مختصين في الصحة ما بيعرفوا هذا الشيء. الدهون بشكل عام يعني بتخضع لتفاعل. هذا التفاعل بيتم داخل الفات سيلز. يعني في عندنا خلايا دهنية، هذه الخلايا الدهنية جواها محتوى، يعني هي عبارة عن بلالين. اللي بيصير إنه الدهون مع الأكسجين بتعطينا بعد هيك ماء وحرارة. تمام. هذا التفاعل هو اللي بيصير، مش إنه الدهون بتختفي من الجسم أو لا. هي عبارة عن خلايا دهنية ممكن تنتفخ لما يكون محتوى الدهون كبير. لما نمارس الرياضة إلى آخره، الدهون بتتفاعل مع الأكسجين، وهذا التفاعل بيؤدي في النهاية للتخلص منها على طريق مية وثاني أكسيد كربون وطاقة. الطاقة هذه هي مش انرجي اللي هي ممكن الناس يفكروها اي تي بي او الدهون فعلا ممكن تدخل في اشياء مهمة في مسارات في الجسم، بس مش الكمية الهائلة هذه اللي ممكن الناس يفكروها. يعني كمية بسيطة بس اللي ممكن نستخدمها، سواء في أنسجة يعني في الأغشية تبعت الخلايا محتاجة شوية دهون. تمام. الفيتامينات محتاجة شوية دهون، لكن مش نسبة كبيرة. النسبة الكبيرة بتروح من خلال تفاعلات. اها، يعني بالاخر الدهون تتحول لحراره ومي وهواء، يعني ثاني اكسيد بالضبط، الكربون. وثاني أكسيد كربون. هذا اللي بيصير. والخلايا الدهنية بدل ما هي منتفخة بترجع تتقلص. طب لو رجعت آكل كتير وما أمارس رياضة حترجع تنتفخ، حترجع تسمن بكل اه، بساطة. طب يعني بنقدر الخلايا نشيل الدهنية الخلايا مش الدهنيه؟ يعني مثلا انا عندي هون منطقه كثير بتخزن فيها دهون، بزبط اشيل الخلايا من هون اصلا يبطل في تخزين من اصله؟ يعني هذا يسأل حد مختص بالتجميل. اوكي اوكي. في عندي سؤال شوي. في حدا سأل امبارح على الريل: هل هناك جين مسؤول عن المعتقدات الدينية؟ هل في جينات هي المسؤولة عن روحانيتنا؟ يعني بشكل عام لا، لكن في تراكيب معينة في الدماغ لو كانت أحجامها مثلا بشكل معين ممكن تخلي الشخص يكون عنده ميل للروحانيات أكثر من غيره، وهذا مثبت يعني بالتجارب. اوكي، يعني ممكن جيناتك تحدد قديش انت ممكن تكون
مؤمن بشغلة معينة أو لا؟ ممكن يعني نمط جيني معين كامل أدى لتشكيل جزء معين من الدماغ بحجم معين، فاهمة كيف؟ لكن الموضوع بحس مش مرتبط برضه بس بالجينات، البيئة إلها دور والمجتمع، التربية. يعني الجينات ممكن نحكي إنها 50%. أوكي، بس 50% نسبة منيحة يعني. نسبة كبيرة بالضبط، لكن في دور للبيئة والمجتمع، عوامل كتير يعني ممكن تأدي. أوكي. في عندي صديق بسأل، هو في عيلتهم منتشر السرطان، هو خايف إنه شو أحسن طريقة بقدر أحمي حالي من السرطان إذا أنا في عايش أو جاي من عيلة في عندها قابلية جينية إنه يصيبها سرطان. تمام، يعني أبسط طريقة إنك تعمل فحص دوري. الفحص الدوري تقريبا ممكن نحكي كل 3 شهور، كل 6 شهور، حسب يعني نوع الفحوصات. تاني نقطة اللي هي النمط الصحي، يعني غذاء صحي، أبعد كثير السكريات سيئة مثلا، وهي مهمة بالنسبة للسرطان. يعني لازم أتخذ نظام غذائي صحي، رياضة مثلا مهمة برضو، والفحص الدوري. هذه يعني أهم النقاط اللي يعني أسلوب الحياة كتير بيلعب دور، كيف إيش أنت بتاكل بدخل على جسمك. بالضبط، لأنه السرطان حكينا ممكن يكون الشخص عنده قابلية جينية زي الإناث اللي ممكن يكونوا حاملين للطفرات في جينات براكا 1 براكا 2، لكن مش شرط الأنثى تصاب بسرطان الثدي، لأنه الموضوع مش مجرد بس قابلية جينية، فالبيئة إلها دور كمان. أها. طيب هلا احنا شكلنا حاليا نتيجة تطور ملايين السنين من التطور. في اي ابحاث بتناقش شو رح يصير او كيف بتنبأوا يكون شكلنا بالمستقبل؟ لانه في حدا سأل او في اكثر من حدا سأل كيف يتوقع ان يكون شكلنا بعد ملايين السنين؟ ولا مش فايتين بهذا المجال احنا؟ يعني هو ما اطلعت أنا على هيك أمور، لكن البشر حاليا يعني ما في انعزال تكاثري بيصير، يعني العالم مفتوح على بعضه، فغالبيتنا أشكالنا زي بعض، فعشان يصير تطور لصفة جديدة مختلفة لازم يصير انعزال تكاثري لمجموعة من البشر لفترة طويلة، بحيث إنه نشوف صفاتهم اتغيرت. لكن إحنا بنحكي عن مليون سنة، فترة طويلة، إحنا كجنس بشري ما صار لنا 300 ألف سنة تقريبا، يعني أقدم حفرية للهومو سابينز 300 ألف سنة، انا فإحنا كنت بنحكي بقرأ كمان شغلة. مليون سنة، هذه مدة كبيرة كثير يعني. اه كنت بقرأ انه مع الوقت رح نصير كلنا هيك لوننا حنطاوي على بني شوي، يعني رح تختفي انه في واحد كتير اسود واحد كتير ابيض وهيك، انه لانه كتير احنا عم نتجوز من بعض مع وقت كتير طويل رح نوصل لانه احنا كلنا تقريبا نشبه بعض او كلنا نفس اللون او هيك. لا، ما بتوقع الأمور تصير هيك، لأنه بالنهاية في ناس حيضلهم عايشين في مثلا في بيئة معدودين. فيها، مثلا في بيئة باردة، في ناس حيعيشوا في بيئة استوائية، فهذه الصفات حتضلها غالبا. اها ممكن اوكي. يصير ممكن اختلاط هذا ينتج لنا تنوع أكثر في البشر، صفات جديدة، وهذا فعلا بيصير اليوم يعني، خصوصا لما مجموعات معينة كانت منعزلة في إفريقيا في الوقت القديم، أو مجموعات في آسيا، أو حاليا العالم مفتوح، يعني الأوروبي ممكن يتزوج من الآسيوي وينتج عنا طفل صفاته مشتركة بين الاثنين مثلا. اوكي احمد، ايش في اشي كتير مثير للاهتمام بمجالك او شغلة لما تعلمتها او بتحس انه الناس بس تعرفها هيك انه واو، انه جد هيك احنا؟ يعني في أكثر معلومة لحتى الآن غريبة، الطفرات. تمام، امم. الطفرات عندنا مثلا في قاعدة السيتوسين، تمام، اللي هي السي، ممكن يصير قفز من، يعني بروتون معين من السيتوسين يقفز على الجوانين. تمام، فالسيتوسين هذا اللي مفترض يكون مرتبط بالجوانين بصير يرتبط في الأدينين. تمام، لا يعني يعني اتغير كأنه تحول لثايمين. تمام، يعني السيتوسين قفز منه بروتون وين على الجوانين، فالسيتوسين هذا صار كأنه ثايمين، فصار يرتبط بالأدينين.
المشكلة إنه السبب لحتى الآن مش معروف، يعني هذه الطفرة بتحدث بدون أي مسبب لا بيئي ولا. ففي علماء بيفترضوا إنه ممكن ميكانيكا الكم هي اللي تفسر هذا الموضوع يعني. اه، في فهذا علماء هذا بربطوا الشيء ميكانيكا، في علماء بربطوا ميكانيكا الكم بالوعي، صح. انه هذا هو الشيء نتيجة. دفع العلماء يتساءلوا هل الطفرات عشوائية فعلا، أو هل ممكن تصير لحالها بدون أي مؤثرات. هذه نقطة كانت كتير مهمة وغريبة يعني. آه، اوكي. في سؤال هلا وصل شوي بضحك. ميرايا بتسأل هل الإنسان القديم عنده ذيل؟ هلا أنا لا بعرف إنه إحنا في عنا عظم، في عنا عظمة كانت قبل تستخدم كذيل، مزبوط؟ تمام. بس إحنا كان الإنسان البشري بشكله الحالي من زمان، حتى أتوقع الشمبانزيز كمان ما من عندهم. زمان يعني حتى الشمبانزي ما عنده ديل، لكن الجينات تبعت الديل موجودة عندنا لكن معطلة. آه، يعني إحنا لكن كلنا نحمل جينات ترسبات وبقايا من أجدادنا اللي كان عندهم ديل، بالضبط إحنا ونكتشفها عندنا عشان جينات، هيك. لكن الجينات هذه معطلة، يعني بنسميها سودو جينز أو جينات يعني وفي مكبوتة. حالات بتكون مش معطل، لأنه مرة مثلا شفت صورة لطفل هندي عنده ديل. ممكن، ما هو يعني يصير زي طفرات رجعية، فهذه الصفات ممكن ترجع تظهر، وهذا وارد جدا يعني. اوكي، يعني لكن احنا بدون ما نعدل عجينات، بدون ما نجيب من برا، احنا نفسنا اذا لعبنا بشو الجين الفعال والمش فعال، ممكن كثير يتغير في اشياء فينا وشكلنا وهيك. ممكن، يعني زي موضوع التأصلات الرجعية أو الأتافيزم في الحيتان، ممكن نلاحظ إنه بعض الطفرات تؤدي لنمو أرجل بالنسبة يعني أرجل بسيطة بالنسبة للحيتان، وهذا بيوضح أصلهم الأرضي، أو يعني كانوا بالنهاية ثديياتهم. تمشوا على الارض. اه. بالضبط، بيمشوا على أربعة. اوكي. في بديش اسكر، يعني قلنا ساعة ونص بس مش حابة اسكر، بس لازم نسكر. انا كثير مبسوطة فيك، واحنا كثير مبسوطين، عن جد شكرا على وقتك. ولازم تسلم. نستضيفك كمان، لانه في كثير اسئلة ما كناش ملحقين نطرحها، وانت متأكدة انه في كثير عندك تفاصيل آه، مثيرة جدا للاهتمام ممكن نشوفها. فبشجع كل الناس اللي بتابعوا هلا انكم تروحوا تتابعوا احمد. احمد، حاول قد ما بتقدر تبسط، عشان احنا الناس الغلابه اللي مخنا على قدنا نقدر نحس حالنا هيك هي مندمجين. الفكرة الواحد يبسط قدر الإمكان، لكن أحيانا بحس التبسيط بيفقد المعلومة محتواها، فبحاول يكون في جانب يبين إنه المعلومة بدها فهم أكتر من هيك. اوكي، خليني اختم بشغله. انت كشخص بتعرف بالبيولوجيا الجزيئيه، هل تعتقد انه احنا في عنا اراده حره، ولا اغلب الاشياء مقرره اوريدي من البيئه او من الجينات؟ يعني ممكن نحكي مخير لكن بشكل محدود جدا. يعني أنا الخيارات المطروحة قدامي من أول مثلا ما عشت في الموضوع كذا، يا يا لا. فاهمة كيف؟ يعني ما في إشي خارج هذا النطاق. غير هيك كعقليتنا احنا محكومة بالبيئة وبالمجتمع وبالتربية وبالجينات يعني في عوامل كتير أدت إنه الإنسان بداية من تنشئته يختار أشياء مثلا ما اختارها، لكن هو مبرمج هيك من صغره يعني. بس هذه كعوامل اه، بيئية أو بدون ما مجتمع أو يعرف السبب. يعني انا بدون مثلا ما يعرف. احكي لي اسم فيلم. بالضبط. يعني إحنا خياراتنا محدودة. اوكي، وحتى لما تيجي تقرر، يعني انا مثلا بدي يطلع معي اسم فيلم تايتانيك، ما بعرف ليش، يعني ما بعرف ليش مخي قرر هذا القرار مش بوعي مني. يعني حتى لما انا كنت واعي بقرار بدي اطلع بفيلم، بدي اطلع باسم فيلم، بالاخر ما بعرف شو الاشياء اللي صارت بمخي لما ما طلعت لي كلمة تايتانيك براسي. بالضبط، لأنه إحنا محدودين يعني. هي هذه الخيارات المطروحة قدامنا، فهل إحنا هيك مخيرين؟ ما بنعرف. هل إحنا مسيرين؟ فهي ممكن نحكي بناء على الظروف ممكن مخير ولو بنسبة بسيطة، لكن الخيارات محدودة جدا. اوكي.
يعني مش عندك كامل الحرية تختار اللي بدك إياه، في قدامك هي خيارات صغيرة، اختار واحدة منهم حبيبي. بالضبط. أوكي فهمت. طيب طولت عليك كثير، لا يمل منك أبدا من الحديث معك، تسلمي، ولازم شكرًا. نكون حلقة ثانية. شكرا لكم يا جماعة، شكرا لكل اللي تابعونا، وعن جد شكرا على أسئلتكم وعلى تعليقاتكم وعلى كل شيء. هذا اللايف رح ينحفظ هلا بعد ما نخلص، وبدي أشكر أحمد على وقته، بدي أشكركم كلكم على وقتكم، وبشوفكم الحلقة الجاية. شكرا كثير أحمد، مع السلامة. تسلمي، شكرًا. باي باي.